حتى الملك لم يسلم من لسانه فقال: الحسن الثاني ارتكب خطأ كبيرا حينما أغلق شعب الفلسفة بالجامعات وعوضها بشعبة الدراسات الإسلامية، والتي هي من أكبر الكوارث التي ضربت الجامعة المغربية. جعلوه باحثا وجعلوه ناشطا ووضعوه في الصورة وأمام الفضائيات، ولمعوا له الصورة وجعلوا له أتباع يناصرونه في خراجاته، واستطاع جر الكثير من المغاربة إلى سيكولوجيات شيطانية مسونية مقيتة ولقيطة. أنا متأكد أن الكثير من مشايخ التطرف يعرفون حق المعرفة بأن ما يقولونه غير صحيح، ولكنهم يقولونه لأن هناك جمهور لاهت من ورائهم يريد العزاء النفسي، يريد التعويض النفسي. لاحظ معي أن الكثيرين اليوم يهربون من العمل بحجة الصلاة. وقد كتبت مقالا عنوانه الصلاة والعمل، أقول فيه: كيف يجوز لموظف تؤدي له الدولة راتبا لكي يعمل أن يهرب من العمل بحجة الصلاة، وعندما يقف صف من الناس يسألون عنه يقال لهم مش يصلي، ذهب للصلاة، ويسكت الجميع، لا يستطيع أن يجادل، ويسكت الجميع وينتظرون الموظف الذي هو في الواقع عديم الضمير المهني. اللي كان كيهمني هو اللعبة اللي كانت كتمارس بالأصل اليمني والأصل الكنعاني لإقناعنا بأننا عرب، لأن مسلسل التعريب الإيديولوجي كان خدام عند الدولة، كان خدام في التعليم وفي الإعلام وعلى جميع المستويات، باش يبرروا هذاك المسلسل الإيديولوجي ديال تعريب الهوية وتعريب الإنسان وتعريب الجغرافيا وأسماء الأماكن. كانوا كيقولنا الأصل اليمني، بمعنى هانتوما راه إلا كاين التعريب راه لو كنا عربا في الحقل في الحق على غيكون التعريب كسياسة، وهذا كلام عظيم جدا، لأن هذا هو المثقف الحقيقي. كتحترم عقول الناس لما كتقول لهم أمور منطقية وواقعية ولو كانت جارحة. المغرب مثلا الملك الراحل الحسن الثاني حارب الفلسفة وأغلق شعب الفلسفة والسوسيولوجيا مرتين خلال حكمه، أغلقها مرتين ومنع الفلسفة وجعلها شيئا محرما، وعوضها بفتح شعبة الدراسات الإسلامية التي هي من أكبر الكوارث التي ضربت الجامعة المغربية اليوم، هذه الشعبة الآن شعبة للخرافة في الجامعة المغربية. البحوث التي تنجز فيها مثيرة للضحك وللسخرية، وسأعطيك المغربية البحوث التي تنجز فيها مثيرة للضحك وللسخرية، تقدر تكون كتآذي المشاعر ولكنها هي الحقيقة، والحقيقة دائما ماشي هي واحد الحاجة اللي كتسعدنا، خاصة في العالم يعني لا ضربه واحد اللعنة، يعني شمال افريقيا والشرق الاوسط، هذا العالم هذا ديالنا ضربه واحد اللعنة، يعني شمال افريقيا والشرق الاوسط، هذا العالم هذا ديالنا. يصف نفسه بالباحث، يصف نفسه بالناشط، وهو مجرد دجال خادم للشيطان، يريد إغواء المغاربة المسلمين بكلمات مؤثرة لغسيل الدماغ وجرهم لمستنقع الخبث والخبائث. فهذا المجهول الهوية مجهول النسب يسوق أفكارا مسمومة ملغومة تهدف إلى ترك الدين المحمدي والابتعاد عن العقيدة أو المعتقد الإسلامي بمختلف الأساليب الشيطانية والغموس في العصر الحديث والحداثة والتحررية من قيود وأصفاد وسلاسل وأغلال الشريعة الإسلامية المحمدية المتطرفة، كما يريد أن يسوق للناس. ويصف المغاربة أنهم متطرفون دينيا لأنهم يعارضونه بشدة. المغاربة متطرفون، فكل من عارضه فهو متطرف، وأن المسلمون يهربون من العمل من أجل الصلاة، فاعتبر هذا سلوكا لا أخلاقي ولا يمثل الإسلام والمسلمين، كما صرح في تدوينة أخرى أنه أكثر سعادة
أنه أكثر سعادة في عمره هي الحقبة التي اجتمع فيها ترامب ونتنياهو في الحكم، فإنها سعادة السعادة بالنسبة له. كثير من التدوينات يتهجم فيها على المسلمين المغاربة بدعوى حرية التعبير. حتى الملك لم يسلم من لسانه فقال: الحسن الثاني ارتكب خطأ كبيرا حينما أغلق شعب الفلسفة بالجامعات وعوضها بشعبة الدراسات الإسلامية، والتي هي من أكبر الكوارث التي ضربت الجامعة المغربية. جعلوه باحثا وجعلوه ناشطا ووضعوه في الصورة وأمام الفضائيات، ولمعوا له الصورة وجعلوا له أتباع يناصرونه في خراجاته، واستطاع جر الكثير من المغاربة إلى سيكولوجيات شيطانية مسونية مقيتة ولقيطة. فلتحذروا أيها المغاربة من مجهولي النسب، من مجهولي الهوية. نبينا الكريم ترك فيكم شيئين إن تمسكتم بهما فلن تضلوا أبدا: كتاب الله وسنة نبيه. ليس هذا الدجال، كتاب الله وسنة نبيه فقط. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.